في داك الصباح البارد، الجو مظلم والبرد قارس، كتحس بالنعاس، كتحس بالتعب، الفراش ديالك دافي وكاع الناس ناعسين. في ديك الساعة وفي داك الوقت تحديدا يقسم البشر إلى ناجحين وإلى حالمين بالنجاح. كتنوض من فراشك والبرد في جسمك كيقرص، كتصلي وكتدفي راسك، كتدوز النص في العمل ديالك والناس باقيين في نوم عميق، كتسالي العمل ديالك كامل ونهارهم يلاه بادي. على اش من مقارنة كنهضروا؟ ما عرفتش، خودها معايا بالمنطق، ماشي تحفيز ولا كلام فايت. اليوم انت مقصر بسبب افعالك ديال البارح، بسبب ساعات في الفيسبوك البارح، ماشي حظ ولا قدرات ولا انا هكذا. انت مقصر بسبب افعالك، انت نادم بسبب اعمالك، عيان بسبب السهر ديالك، متاخر بسبب الكسل ديالك. حتى حاجه ما كتجي بالصدفه، انت هكذا بسبب امر وقع البارح ولا قبله، وحتى غدا انت مقصر بسبب اليوم واشنو جاري في هذا اليوم. ودابا غنوصف لك حالتك حرفيا. انا عندي طاقات كون درتها كنت احسن منهم كلهم. انا كون بعدت على ذنوبي غنكون افضل شخص غتشوفوه. انا بصح مقصر ولكن ذكي، عندي مواهب وانا هاملها. انا كون نركز وننظم وقتي غنحقق افضل المراتب. انا وانا 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 قبل هاد الشي كامل. اجي فهمني اشنو كتسنى باش تبدا هادكون، فوقاش غتحولها الحقيقه. كون صريح وجريء، فوقاش غتحول داك الشخص العظيم. فين هاد اللحظه؟ كتسنى مني تحفيز، كتسنى في الهضره. انا المهمه ديالي نوريك نفسك على حقيقتك، نخليك تواجه الكسل ديالك. اما الا بغيتي تبدل فهذا غينبع من قلب ذاتك ونفسك، غيكون باستيقاظك قبل الجميع، في ظلام الليل باش تنجز وانت كاره، تنجز وانت متململ، تنجز وانت في عز كسالك، تدرب نفسك وكل شي ناس، كتضخ ادرينالين. والناس في الاحلام غتبدل ملي تدرك باللي لا اهل ولا رفيق ولا خليل ما غينفعك، ملي تدرك باللي ما كاينش اللي يخرجك من ظلماتك من غير نفسك، ملي تدرك باللي المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، قوي بعلمه وعمله وتنظيمه والخطة ديالو وقراراته. وبكل أسف شديد ملي غتفشل حتى واحد ما غينهار معاك من غير دموعك. ففيق مزيان لهذا الكلام. فانت دابا ملك تصرفاتك، واللي سبقوك ما تخافش منهم، ما تخافش منهم ابدا. فما كاينش مخطر، ركز معايا مزيان، ما كاينش مخطر من شخص متكسر مقصر متألم يرسم الخطة ديالو بدموعه. ما كاينش مخطر منه على الإطلاق، ماشي حيت غيرجع لحلبة السباق وصافي، ولكن حيت دموعه غتكون كيف الجمر يخرج النار في خطواته. فراجع نفسك وتحدث معاها، ومن حديثك مع نفسك خلي التغيير هو عنوانك والجرأة اختيارك. وخلي في بالك هذه الرسالات الصغيرة. في أمان الله.